يا جماعة احنا النهاردة مش بنحكي ملخص حلقة، احنا بنحكي عن زلزال ضرب عيلة صراحات. متخيلين يعني ايه واحدة تسرق أجنة متجمدة من 5 سنين وتلقح نفسها علشان ترجع تذل جوزها اللي طلقها؟ وبدل ما الحلقة تخلص بدموع، خلصت بشنطة فلوس تحت المرتبة ومؤامرة الدي ان ايه وعرض جواز هيقلب كل الموازين. لو عايزين تعرفوا ازاي باراك قدرت تحرق دم الكل وايه اللي جاب الشرطة لغاية بيت صراحات في نص الليل، ركزوا معايا في كل كلمة لأن الحلقة دي حلقة توكسيك بمعنى الكلمة. بدأنا الحلقة وصراحات واقف قدام باراك ومش مصدق عينيه. باراك اللي كانت متجوزاه وطلقها يجي من 5 سنين رجع بتقول له أنا حامل في ابنك، وصراحات طبعا كان هيروح فيها، بس الصدمة الأكبر لما عرف إنها استخدمت الأجنة اللي جمدوها من 5 سنين. باراك هنا وصلت لمرحلة البجاحة تخليك كده نفسك تدخل جوه التلفزيون وتديها بالقلم على وشها. يا ساتر، دي مش بتنتقم من صراحات، دي بتنتقم من الإنسانية كلها. وزينب واقفة بتتفرج ومصدومة. البنت باراك دي لسانها طول وبتقول لها اخرسي يا قذرة. وطبعا صراحات خدها بالعافية ورماها في العربية وساب زينب في حيرتها. نروح بقى لبيت جيهان. جيهان اللي عايش حياته أنكل والكل كده بيخدمه. عذراء دخلت عليه وهو نايم وقامت بدور المفتش كرومبو، لقت شعرة طويلة على الجاكيت. طبعا هي عارفة ان شعرة ابنه أخت زينب، وفضلت تعمل نمرة الغيرة. وجيهان بكل هدوء وببرود سابها ودخل الحمام. وامه بقى سيفين نازله دفاع عنه. يا حاجه احنا لو وزعنا خيانه ابنك على البلد كلها هتكفي وتفيض. بس طبعا الامومه بتعمي وقالت لها ابني بيحبك. ايوه يا حاجه باين بدليل الشعره اللي على الجاكيت. زينب بقى راحت مدرستها الجديده وهي حاسه ان هي هتبدا حياه جديده بعيدا عن النكد. لقت هديه من صراحات، علبة شوكولاتة ومعاها رسالة بتقول فيها عارف انك بتاكلي حلويات لما بتتوتري. وهنا بقى نرجع فلاش باك من 3 شهور لما زينب كانت بتدور على سكر في بيت صراحات وهو طلع لها برطمان عسل. وقرار تاريخي، احنا ما بناكلش سكر هنا، مشي حالك بالعسل وما تعمليش دوشة. المشهد ده يبين لك قد ايه صراحات ناشف بس من جواه مهتم بكل تفاصيل زينب، وده اللي بيخليها تبتسم غصب عنها. ابرو المسكينة اللي هي اصلا مش مسكينة خالص راحت شغلها ولقت ان الموظفين كلهم بياكلوها بعينيهم. الاشاعه طلعت خلاص ان هي قضت ليله مع جيهان في الفندق. سديف بقى قامت بالواجب وسمعتها كلمتين كده زي السم. وابرو كانت هتموت من الغيظ. وصراحات خد باراك عند الدكتور واتاكد انها حامل، واكتشف كمان ان هي زورت ابنته علشان تعمل التلقيح. باراك دي محتاجه نوبل في التزوير بجد. يا جماعه الاحداث خلاص بدات تدخل في نفق ضلمه واحنا لسه في اول كام دقيقه في الفيديو. لو لسه ما عملتش لايك للفيديو ده فانت فايتك كتير جدا. انزل بسرعه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك ملخص الاجزاء اللي جايه اول باول. وبالمناسبه تفتكروا بقى باراك بجد هتبيع ابنها؟ اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات ونكمل الملحمه. جيهان قابل واحد اسمه تيبيت، وده اللي بيدعي ان هو ابو قدر، وخد منه صور ناس ارهابيين عشان يدخلهم الفندق من غير تسجيل بيانات، وفي المقابل أخد شنطة فلوس تقيلة. والمفاجأة بقى إن تبيت ده مش أبو قدر ولا حاجة، ده مجرد كومبارس في لعبة كبيرة جيهان عملها علشان يكسروا صراحات. جيهان بقى استغل إبرو اللي هي أصلا طماعة واداها شنطة فلوس ورماها في سكة التهريب. وإبرو بدل ما تخاف خدت الفلوس فعلا وخبتها تحت المرتبة. يا بنتي دي أمك دي رادار، يعني هتجيبك يعني هتجيبك. جينا بقى ليوم الحفلة. خيال وألكين مش عايزين أصلا يروحوا، بس صراحات وزينب أقنعوهم. صراحات بعت لزينب فستان أسود يخطف العين ونزلت كأنها ملكة جمال في الحفلة. سديف حاولت تخطف صراحات وترقص معاه بس هو كسر بخاطرها وقال لها ده دور زينب. ورقص صراحات وزينب رقصة خلت القاعة كلها تسقف. وبراك كانت واقفة بعيد جدا بتغلي ونفسها تولع في الفستان وفي اللي لابساه. إبرو في الحفلة شربت لغاية لما سكرت وفضلت تعيط لمامتها في التليفون. جيهان شافها بقى في الحالة دي وخدها في عربيته. وعذراء اللي كانت مراقبة الموقف من بعيد كانت في قمة سعادتها. أخيرا لقت دليل الخيانة اللي هيخليها تخلص من جيهان وللأبد. إبرو في لحظة سكر سألت جيهان انت بتحبني؟ وهو رد دبلوماسي قال لها تقريبا كده، يعني بيثبتها علشان بس تفضل شريكته في الجريمه. باراك لقى الطرد في نتائج تحليل الدي ان ايه لخيال والكين. كانت ام سيفين هي اللي عاملاه من ورا الكل بس علشان تتاكد ان هم ولاد صراحات.
براك الشيطانة خدت التحاليل وحطتها في مكتب صراحات علشان البنات يشوفوها ويفتكروا إن أبوهم هو اللي شاكك فيهم. البنات فعلا شافوا التحليل وانهاروا وحسوا إن أغلى حد عندهم مش واثق حتى في إن هو أبوهم. وفي قمة كل النكد ده زينب قررت تاخد قدر وتمشي علشان مش قادرة تعيش مع براك في بيت واحد. وفجأة الباب خبط، البوليس دخل وموظفين حقوق الطفل كلهم جم عشان ياخدوا قدر، لأن قانونا زينب مش أمها وبراك مش مهتمة. زينب فضلت تصرخ وتعيط وصراحات حاول يمنعهم بأي طريقة بس مفيش فايدة. قدر خلاص اتاخدت وبالعافية. زينب راحت المحكمة وسألت ازاي اقدر اتبنى قدر؟ قالوا لها لازم تكوني متجوزة. وهنا صراحات بص لها في عينيها وقال الكلمة اللي هزت كل الحلقة، قال لها خلاص نتجوز. وهنا يا جماعه بتنتهي حلقتنا على اكتر قفله مشوقه في المسلسل كله. هل زينب هتوافق علشان تنقذ قدر انها تدخل عش الدبابير مع براك؟ وايه اللي ممكن يحصل لما البنات يواجهوا صراحات بالتحاليل؟ استنوني بقى في الجزء الجاي لان الصراع لسه في اوله. وما تنسوش اللايك والشير، وزي ما دايما بنقول الحكاوي كتير لكن سقراط هو اللي عنده الحكايه الصح.